السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن المكتبات الجاهزة أو البرمجيات الجاهزة اللي إحنا هنستخدمها في مشوارنا في عالم البرمجة. خليني أقول لك إن أنا واحد من الناس نويت بإذن الله إن أنا أتعلم أساسات البرمجة، ورحت اخترت واحد من الناس اللي بتشرح زي الزيرو مثلا، ورحت دخلت على كورس سي بلس بلس اللي هو عامله، ولقيته راح حاطط لي اللاين ده. اللاين اللي قدام حضرتك ده ليه قصة. القصة بتاعت اللاين ده هتتشرح لك في كورس سي بلس بلس، لكن القصة دي ليها قصة، فانت تحب تسمع القصة هتكون في كورس سي بلس بلس، لكن قصة القصة هنحكيها دلوقتي بإذن الله. انا معايا بعض المبرمجين كلنا شغالين مثلا بلغة زي البايثون، كل واحد عنده فكرة برمجية بيعملها، مشروع شغال عليه. فكل واحد فينا في المشروع بتاعه احتاج ان هو ينشئ رقم عشوائي راندوم نمبر. المشروع عايز كده، فكل واحد فينا قام بإنشاء دالة برمجية أو فانكشن، ودي حاجة من الحاجات اللي هنتعلمها في المستقبل بإذن الله. فانكشن عبارة عن مجموعة من الخطوات بتنشئ لك في النهاية رقم عشوائي، وكل واحد فينا عمل الفكرة المطلوبة والحمد لله. ممكن تلاقي بعض الفانكشنز متشابهة، وممكن تلاقي ناس عملوها بطريقة مختلفة عننا خالص، المهم في النهاية إنهم طلعوا الرقم العشوائي. بعد فترة جه واحد مننا لقى ان الموضوع ده شائع جدا بين المبرمجين، وان احنا دايما بنحتاج نعمل رقم عشوائي وكمان نعدل فيه ونطلع منه كده شوية خيارات كمان جديدة، مش بس رقم عشوائي، ممكن نتحكم ان الرقم ده يبقى 5 ارقام 6 ارقام 10 ارقام، اي اوبشنز يعني. راح الشخص ده عمل دالة برمجية وراح حاططها في باكج او في لايبراري او في اي حاجة من الاسماء اللي احنا هنعرفها في الفيديو كلها باذن الله. الباكج دي بقت متاحة دلوقتي ان احنا نستخدمها. كل واحد فينا دلوقتي عشان ينشئ رقم عشوائي مش هيروح يعمل الفانكشن من البداية زي ما هو عمل، هيروح يستعمل الباكج اللي الشخص ده عمل. ودي كمان مش بس هو بيوفر عليك وقت، لا دي فيها ميزة عظيمة جدا. الشخص ده بيجيب الباكج دي ويخليها مفتوحة المصدر للناس، بيحطها على موقع زي الجيت هاب، ويخليك حضرتك ومبرمجين تاني كتير يشاركوا فيها. يعني ايه يشاركوا فيها؟ يعني ممكن يطلع لك خطأ معين، وده بيسمى في البرمجيات ايشيو، تبلغ عنه فالشخص يشوف الايشيو ده ويصلحه ويحدث الباكج دي. ممكن تطلب منه فيتشر معينة، ميزة، فيروح الشخص يضيف الميزة دي. اصبح ان الباكج دي شغال عليها اكتر من شخص. لو قارناها بالباكج او قارناها بالفانكشن البسيطة اللي انت عملتها، هتلاقي ان فرق شاسع. دي حاجة شغال عليها مئات الناس، ودي حاجة شغال عليها الغلبان اللي هو انت، او الغلبان اللي هو انا يعني، عشان ما تزعلش. طيب، انا استخدمت الباكج وكله تمام والحمد لله. الباكج دي بقى فيها اوبشنز كتيرة جدا. لو رجعنا بقى لبداية الفيديو، السطر اللي حضرتك شفته ده هو عبارة عن لايبراري جاهزة فيها مجموعة من الفانكشنز بتقوم بافكار برمجية معينة، فانت بتستدعيها عشان تقوم بالافكار اللي فيها دي. معنى كلامك ان انا ممكن باللغة اعمل الفانكشنز اللي جوه دي؟ ممكن تعمل الفانكشنز اللي جوه دي، ما انا اصلا لسه عاملها من شوية. بس الفرق اللي هو الباكج الجاهزة اللي اتظبطت واتروقت وناس كتير رجعت عليها وناس كتير ضافت فيها مميزات وصلحوا مشاكل اللي هي تبقى افضل منك بكتير. عايز اديك مثال تاني على نفس الفكرة، ادي لك مثال تاني. رحت حضرتك خدت شغل من عميل عشان تعمل ويب سايت. ويب سايت ده عبارة عن موقع تعريفي للشركة بتاعة العميل. فيها مثلا الصفحة الرئيسية دي ما فيهاش مشكلة، عملناها بسرعة. فيها صفحة الفريق، كام صورة كده ومعلومات عنهم، تمام خلاص بسيطة. وجي عند الجزء بتاع معرض الصور، صور بتاعة الشركة وصور بتاعة منتجات أي حاجة. وراح الشخص طلب منك ان الصور دي تتعرض بشكل كده جميل، الحاجات اللي احنا بنشوفها كده في مواقع، ان الصور دي تعرض بشكل 3D، تتقطع وتتلم تاني كده، وشوية الحركات اللي انت بتشوفها. لو انت حاولت تعمل الحاجة دي بنفسك هتاخد وقت كبير. هتعملها بس هتاخد وقت كبير جدا، والوقت ده انت محتاجه عشان تعمل حاجة تانية. وانت مش هتقدر تزود على العميل فلوس عشان انت هتزود الوقت طبعا. طيب هنا بقى انا هعمل ايه؟ هنا عندي حاجة جاهزة اسمها سلايدر، كونتنت سلايدر او ايمج سلايدر. ده عبارة عن سلايدر جاهز، بتاخد السلايدر ده تضيفه في موقعك جاهز، تظبط الاوبشن وتطلع الشكل زي ما العميل عايزه. العملية دي بتسمى انتجريت، يعني تقدر تقول له انتجريت سلايدر with your ويب سايت. بس عملت المطلوب والحمد لله. تعال نتنقل لعالم الووردبريس. الووردبريس عبارة عن نظام إدارة محتوى، بيساعدك ان انت تعمل موقع بيزك كده فيه المطلوب، فيه صفحات، فيه مثلا اقسام تحط فيها مقالات وترفع صور والحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها في اي ويب سايت، ونظام مجاني ولوحه التحكم موجوده، ومش محتاج ان انت تعمل اي برمجه خالص. عظيم. جات لي فكره معينه عايز اضيفها في الموقع، ايه اللي المفروض اعمله؟ حضرتك بتبرمج الفكره دي، بسيطه جدا. طيب
لو انا مش عايز ابرمج الفكره دي، هل هي موجوده جاهزه؟ موجوده جاهزه. النظام بيديك حاجه اسمها بلجن سيستم. البلجن ده عباره عن فكره برمجيه موجوده تقدر تحطها في النظام تعمل لك المطلوب، وفي الاف البلجن في نظام الووردبريس. طيب انا عندي فكره مثلا ان انا محتاج اعمل صفحه الكونتاكت، صفحه نموذج الاتصال، كونتاكت فورم. عايز دلوقتي الشخص يكتب بياناته كده ورسالته، وبعدين البيانات دي تجي لي على الميل او في لوحه التحكم. بدخل في نظام البلجن سيستم ده وابحث عن كونتاكت فورم، ممكن يطلع لي مثلا 500 بلجن بيعملوا الفكره، فانا بفضل اشوفهم، اشوف مميزاتهم، وابدا اطلع اكتر حاجه فيهم بتكفر المميزات اللي انا محتاجها، او بتكفر اكبر قدر من المميزات اللي انا محتاجها، واقدر بكل سهوله اشيلها واجيب واحده تانية. بس ادي حاجه جاهزه من الحاجات اللي انت تستخدمها، بتسمى ايه؟ بلجن. طيب خلينا نقول ان انا نويت اعمل موقع برمجه خاصه فروم سكراتش من A to Z كده، انا اللي هعمله. عملت الموقع وفي تسجيل للمستخدمين، والشخص محتاج انه يرفع الصوره بتاعته، فعملت نظام الابلود البسيط ده ان الشخص يرفع صورته تظهر في الموقع، وشكرا على كده. جه بقى الناس طلبت مني ان انا محتاج اعدل على الصوره، اعمل لها كروب، اخلي الصوره ابيض واسود، اعمل لها فليب كده، شويه حركات في الصوره، ظبطني يعني، اعمل لي مميزات كده، الحاجات اللي احنا بنشوفها في الفيسبوك والمواقع العالميه. طيب الحاجات دي في بعض الاحيان لو طلب منك مميزات كتير، مش عايز ابالغ واقول لك ان ممكن وقت برمجه الموقع تاخد نفس الوقت ده تاني في ان انت تعمل المميزات دي. ايه الحل ساعتها؟ هنا ممكن يبقى عندي باكج جاهزه، او خلينا نقول سكريبت جاهز بيعمل الفكره دي اصلا، عباره عن ابلود، تاخد الابلود ده تضيفه عندك او تنتجريت السكريبت ده عندك، خلاص عمل المطلوب. طيب انا بضيف في موقعي حاجه واحده بس، بالعكس انت ممكن موقعك اللي انت بتعمله برمجه خاصه ده ممكن تضيف فيه 15 20 باكج بيعملوا حاجات كتير انت مش محتاج تعيد اختراع العجله فيها. في بقى بعض الافكار مش موجود ليها سكريبت معين حضرتك بتعملها فروم سكراتش، دي بقى اللي هي شغلك انت، مش كل حاجه هتبقى باكج. ولو لقيت كل الباكج بتخدم المطلوب وانت ما عملتش حاجه، مش مشكله، طلعت الموقع للعميل. طيب ايه تاني حاجات جاهزة هنقابلها في العالم ده؟ انا مثلا عايز اعمل جيم ببعض اللغات اللي انا اتعلمتها في مجال زي مجال الفرونت اند ديفلوبمنت. اتعلمت HTML و CSS وجافا سكريبت وبدات اعمل بيهم لعبة، وعملت فعلا لعبة، بس تعبت وطلع عيني. انت تقدر تعمل كل حاجة باللغة بس هيطلع عينك حرفيا. في عندنا فريم ورك او بالعربي اطار عمل، ولينا لقاء مع كلمة فريم ورك دي في فيديو كامل، اسمه فيزر، ده خاص بالجيمنج، بيخليك تستخدم الجافا سكريبت والاتش تي ام ال والكلام ده عشان تعمل جيم. هو موجه للنقطه دي، موجه لان انت تعمل بيه جيمنج، فالعمليه هتبقى سهله جدا معاه انك تعمل بيه جيم، هو موجه لده. بعكس ان انا لو عملت الجيم باللغه كده لوحدها من غير الفريم ورك ده هتعب جدا. ده نفس فكره الحاجات الجاهزه اللي انت هتستخدمها في حياتك. كده لو رجعنا تاني لبدايه الفيديو، عرفنا السطر بتاعنا ده ايه لازمته؟ مكتبة جاهزة فيها مجموعة من الفانكشنز اللي بتنفذ فكرة معينة. لو طبقت لك المبدأ ده على باقي الحاجات هتلاقي نفس المفهوم. الفريم ورك ده فيه مجموعة برضو من الفانكشنز اللي تقدر تبني بيها فكرة معينة، فمش محتاج ان انت تعيد اختراع العجلة وتبني الفانكشن دي باللغة بنفسك. بعد ما عرفنا يعني ايه برمجيات جاهزة، محتاجين ان احنا نشوف موضوع تضمين البرمجيات دي في المشروع بتاعنا. في اللاين اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الفيديو اللي قدام حضرتك مكتوب فيه كلمة include، بيعمل include او تضمين لللايبراري دي في المشروع بتاعنا. ده معناه ايه؟ معناه ان الفانكشنز الموجودة جوه اللايبراري دي كلها متاحة ليا في الملف عشان ابدأ استخدمها واعمل اللي انا عايزه. لو طبقنا نفس المبدأ ده على القصة اللي حكيناها في بداية الفيديو، يبقى انا عندي مثلا بلغة بايثون باكج جاهزة فيها دالة برمجية بتنشئ راندوم نمبر، لو عايز استدعيها في الملف بتاعي عشان ابدا ان انا انشئ رقم عشوائي، هتلاقي عندنا حاجه اسمها import random package، وتحتها تبدا تستعمل الموجود جواها بدون اي مشكله. نفس المبدا اهو. لما تيجي تشتغل في موضوع تضمين الملفات ده، وعلى حسب اللغة اللي انت بتشتغل بيها او الفريم ورك، هتشوف كلمات كتير بتعبر عن نفس المفهوم. عندك include، require، use، import، حاجات كتير جدا. خلينا بقى نسأل السؤال اللي ممكن يخطر على بالك، ولو خطر على بالك انا مش زعلان يعني. ليه انا اصلا بعمل تضمين للملفات؟ يعني ليه ما اخدش محتوى الباكج اضيفه في الملف زي ما هو؟ خلينا نجيب باكج زي بتاعة الراندوم بتنشئ لك رقم عشوائي، وهنجيب الفانكشن بتاعتنا دي نحطها في الملف زي ما هي ونستعملها. ودلوقتي جيت عايز اكبر المشروع، فعملت ملف تاني وتالت ورابع وعاشر، كل ملف بعمله بجيب الفانكشن اضيفها جوه الملف.
بعد فترة من الزمن حبيت احدث الفانكشن دي او اكتشفت فيها خطأ وعايز اصلحه، ايه اللي المفروض اعمله؟ حضرتك هتفتح جميع الملفات تعدل عليها، وطبعا وارد جدا انك تنسى واحد منهم، ووارد جدا تعدل في واحد وتيجي عند التاني وانت بتعدل فيه تغلط في حرف. ولو الملفات دي عددها كبير جدا 50 ملف مثلا، فانت محتاج تتست كل ملف تشوفه على الموقع، مثلا لو كان ويب ابلكيشن محتاج ان انا اشوف فيه خطأ في الصفحة ولا لا، ودي مشكلة كبيرة جدا، دي هيومن ايرورز، ووارد ان انت تقع فيها اخطاء بشرية، هتقع فيها. طيب في وجود بقى التضمين ايه اللي بيحصل؟ عندي باكج فيها الفانكشن اللي بتجنريت راندوم نمبر. الفانكشن حضرتك دي موجودة في ملف واحد بس، بتدخل على جميع ملفاتك اللي في المشروع وتقول له include او import الباكج دي وشكرا. اي ملف جديد هيجي للمشروع import الباكج دي وشكرا. طيب نمشي بقى نفس السيناريو، عايز اعدل عليها احدثها او اكتشفت فيها خطأ، هتروح للملف بتاع الباكج دي وتحدث اللي انت عايزه من مكان واحد بس. طب لو حصل خطأ وغلطت في حرف زي ما حصل من شوية، 100% هتشوف الايرور، لانه جميع الصفحات اللي عاملة تضمين او include او import للملف ده هيظهر فيها الخطأ، بالتالي مستحيل ما تشوفوش. بعكس لما كانوا 50-60 ملف ممكن تنسى صفحة منهم وما تاخدش بالك ويكون فيها خطأ، لكن هنا 100% لقيت الخطأ هرجع للملف اصلحه وشكرا. اللي هشوفه في الصفحة دي هو اللي هشوفه في جميع الصفحات عشان هي نفس الباكج. كده يا شباب عرفنا يعني ايه برمجيات جاهزة، وعرفنا موضوع التضمين وليه بنعمل import او include للحاجة عشان نشتغل بيها. يا رب يا جماعة الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.